يا أستاذ ظروفنا صعبة وأبي ما يقدر يشتغل. احنا والشحاتين يا ولد الله. يا طلاب الكل دفع الرسوم الشهرية؟ تمام. من باقي منكم لم يدفع الرسوم الشهرية؟ ليش ساكتي؟ من باقي منكم لم يدفع الرسوم الشهرية؟ اعطني الورقة اشوف من باقي. الكل دفع، باقي طالب يا أستاذ. حميد ما قشي دفعت الرسوم حق هذا الشهر؟ احنا بنعفيك كل شهر عن الرسوم، ضروري هذا الشهر تدفع الرسوم. ليش ساكت يا حميد ما بتتكلم؟ يا أستاذ ظروفنا صعبة وأبي ما يقدر يشتغل. بطل ضحك انت اهو. حميد انت بكره لا تجي الا بالرسوم، ماشي لا تدخل المدرسة، انت فهم؟ حاضر يا أستاذ. يلا انت طلع الصلاة هذا اليوم. السلام عليكم يا أبا. وعليكم السلام ورحمة الله. اشتري رسوم حق المدرسة. يا ابني منين ادي لك رسوم المدرسة يا ابني؟ منين؟ وانت داري بابوك النوع ما يقدرش يشتغل. ايش ولا عمل ابني دي عاد يقدر اشتغله واوفر لك مصروف المدرسة ومصروف البيت. والحل يا أبا، المدرس قال لي محضر المدرسة إلا بالفلوس يا أبا، وأنا اشتي أتعلم اشتي أدرس زي باقي الطلاب. الله يوفقك يا ابني، الله يوفقك. وانا من اللي زلط ما عاد اقدرش اوفر لك حق الدراسة. معي لك ابني فكرة تشتغل توفر بشغلك هذا مصروف للدراسة ومصروف للبيت وانتهينا من المشكلة. يا أبا الله يحفظك، ما وجدوا شي الكبار عمل، فيما بالك أنا بهذا السن. يا ابني اللي قصدتها انك تشتري لك اي شيء من التجار تبيعه يبقى لك ربح، في الصباح تدرس وبعد الغداء تشتغل وفي العشي تذاكر وتكون حياتنا منظمة ونكون من عرق جبيننا ولا نمد ايدينا لغير الله. أبا أنا من اللي الأنظمة رضي أصير اشتري من التجار. انت عارف يا ابني ان ابوك عزيز نفسه، عمري ما قد مدت يدي لحد لو وكلت لا الا لله رب العالمين. صح ما مش معنا يا ابني ضمار، بس نمشي ونسعى ونبذل السبب والله هو المسهل. ما ادرك الله تحصل عمل ابني. خاطرك يا أبا أنا شاسير علي أي عمل الذي يجمع لي ضمان. الله يوفقك ابني، الله يفتح عليك يا رب، افتح علينا ابواب فضلك يا رب، اقضى حاجتنا يا رب، اقضى حاجة كل محتاج يا الله يا الله يا الله. أوه من اللي ضمان معي أفكره، أسير أجمع لي صحاح وأبيعهم وأطلب الله. عندي يلا القوات الحالا والصحات الحالا على واحد يلا. ما كراتي ما مش كراتي ماشي دي بتاعنا، يلا على واحد بسوا. هذا قيمة 500. قيمة 1000 ما شد لي إلا 500. كيف حالك؟ قال لك 1000 ما معك لا 500. يلا هذه بعده، يلا هي بعده وانت ما معك. يا الله يا الله. أبشرك يا أبا. بشرك الله بالجنة يا ابني، خير. الحمد لله يا أبا قدرت تجمع لي ضمان. كيف يا ابني لما قدرت تجمع ضمار؟ الحمد لله يا أبا جمعت لي صحاح وبعتهن، ومن بكرة الصباح أبدأ أشتغل. كيف يا ابني تبكر من غدنا الصباح والدراسة كيف هتفعل؟ يا أبا قال لي المدرس محضر الله بالزلط، وأنا أشتي أبدأ أشتغل أجمع الفلوس وأحضر المدرسة. خلاص يا ابني تمام حلو، بكرة الصباح تشتغل ومن بعد بكرة من الصباح تدرس وبعد الغداء تشتغل على أساس غدوة تجمع الرسوم فقط. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وينو حميد اليوم ما أشوفه؟ قال يا أستاذ. ليش ما يحضر اليوم حميد؟ يا أستاذ شكله ما حضر شيء لأنه ما فيش معه فلوس. عنده قلت له يا أستاذ ما يحضر له بفلوس.
من قال لي اقول لي يدي حق الشهر انا بينع فيه كل شهر. هذا الشهر قلت لي يديها لو شي ما قال يعلم الله كيف حالته. خير خير يلا نبدا الحصه اليوم. معنا اليوم الدرس. أقلام دفاتر سجل الديون الذي عليك واللي عليك. أقلام دفاتر. أقلام دفاتر. دفاتر دفاتر أقلام دفاتر. الله الحاسب يا عمنا. شلو سجل. شلو وسجل. ما سجل ماهن سجل هلا ما يدي لنا الله. لا لا الله معك يا ولدي يريح لك يلا عند امك يلا. ما مش معي سجلها. مش معي سجلها. لا ولد الدفتر. باقينا لا لا ولد زلط. سجلها يا ابن سجل يا عمي ذكرياتك. سجل ما اشتهت بين هذا الدفتر. ما سجل يا ولدي ما افعل ما سجل. جل لك دفتر وقلم وانسى همومك. بهذا السن يا ولدي اطلب الله. والله ونعم فيك يا ولدي والله ونعم. كم الدفتر هذا يا ولدي؟ 500. ما دام انت تشتغل على اسره وطلب الله على اسره ونعم فيك والله. معي هذا ال1000 ادعي ان الله يفرج همي. ولدي ونعم فيك والله. وانا هذا القلم لك مني. الا ونعم بك الله يفتح عليك ورجال شقى على اسره الله يفتح عليك. ونعم فيك امانه. دفاتر اقلام. شي دفتر وشي قلم. دفاتر اقلام. يا عم اشتري مني. احنا والشحاتين ازعجتونا جننتونا. انا ما احنا وين ما جينا شحاتين. يا عم انا ما بنشحتش منك. انا شاقي على اسره. الله معك يا ولد انت والكلام الفاضي. الله معك. يا عم يا مدير حرام عليك ما استحت على هذا الولد طالب الله شاقي على اسره. الكبر نكاس. شوف فرعون كيف هلكه الله وغرق في البحر بسبب كبريائه. لذلك انصحك انك لا تتكبر. انا مش متكبر يا اخ محمد بس كثر الشحاتين وكثر المطلبين في كل مكان نروح له وشحاتين مطلبين. ازعجونا ما خلوناش لحالنا. مالك انت فضروري نوقفهم عند حدهم. يا مدير هو ما بيشحت هو بيطلب الله شاقي على اسره. ابني ضروري نشوف صاحب الزلط من هو على اساس نرجعها له. الزلط خيرات يا ابني. الزلط خيرات. أبا أنا لحقت بعده وما قدرت ألفه لأنه كان مسرع. اسمعني يا ابني ضروري نشوف حل نرجع الزلط لصاحبها. وإيش من حل يابا؟ إيش رأيك نبزها لها نحن محتاجين لها؟ لا يا ابني هداك الله هذا حق الناس ما نكونش حرام نرجعها لها. لو نكون تلاب ما نقول حرام. معي لك حل. تمشي تبحث بعد صاحبه سيره لما تلقاه ورجعها له. هاشلها يلا. الشنطة فين الفلوس داخلها؟ الشنطة موجودة يا مدير كانت هنية. كيف هنا؟ متأكد ان الشنطة كانت في السيارة؟ الشنطة وين عاد تصير؟ فيها فلوس فيها اوراق مهمة. طلع مثل الدورة. وأخيرا لقيت صاحب السيارة الذي نطلت من فوقها الشنطة. اشتي يا ولد. هذه الشنطة حقك الذي نطلت من فوق السيارة.
الشنطة. الفلوس. والله انك اسد، انت الولد اللي تمهزلت بك ومسخرت بك. احنا والشحاتين ازعجتونا جننتونا. انا ما احنا وين ما جينا شحاتين. والله انك اسد وفخر للمجتمع بامانتك واخلاصك وانك بتشتغل من عرق جبينك. هذا مكافأة مالي لك يا ابني. مش بحاجتك، انا بين اشتغل بعرق جبيني. والله انك اسد، ما دام انك بتشتغل بعرق جبينك هذا انا عاد اشتري منك الاقلام والدفاتر ب100,000 سعودي لانك تستاهل وانك اني ظلمتك، واهم شيء سامحني يا ابني. الله يفتح عليك. والله انك اسد، اتمنى ان يكونوا من الاطفال يكونوا زيك ومن امثالك في الامانه والاخلاص ويشتغلوا من عرق جبينهم. هذا الطالب حميد الذي تتمسخرون به فعل شيء لم يفعله الكبار، دفع لكل طالب فقير متعسر الرسوم الشهرية التي لا يستطيع دفعها لمدة سنة كاملة. ومن الفلوس يا أستاذ؟ حميد وجد شنطة تحتوي على أوراق مهمة وزلط فيها فلوس كثيرة، فقام بإرجاعها إلى هذا الشخص، فالشخص هذا كافئه بمبلغ حوالي 100,000 سعودي، فأبى حميد إلا أن يتقاسم الفلوس أو المبلغ الذي حصله بين فقراء المدرسة ليعينهم في الدراسة وفي المصاريف. الحمد لله يا أبا، دفعت حق المدرسة ودفعت لكل الطلاب المتعسرين. الحمد لله رب العالمين يا ابني، هذا فضل الله، رزقنا الله، فضل الله واسع. وننفق في السراء وفي الضراء. الله بيقول ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شوف عندما نية الإنسان تجي طيبة الله يوفق الإنسان، الله يوفقه. وصلنا إلى نهاية الفيديو، انتظرونا في فيديوهات قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.